من منطلق كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه، أراد أن يتزوج بامرأة، وتكون هذه المرأة تحمل وتلد له ولدا يكون حامل لواء الحسين في واقعة كربلاء. شوية التفت لي، خلينا مع هذا الحديث الهاشمي العلوي. من منطلق هذا الحديث لتلد له ولدا، وهذا الولد يكون حامل لواء الحسين في واقعة كربلاء. ولا يوجد، تدرون، ولا يوجد في ذاك الزمان يحتاج ويكون في واقعة كربلاء رجل صولة، إن هذا الحمل علوي فاطمي، ونحن أولى بحمله. من هنا أمير المؤمنين خطط من زواجه من أم البنين صلوات الله عليه وسلامه. لذلك كربلاء لم تكن مرتجلة، أمير المؤمنين خطط وهيأ واستعد لتلد له ولدا، وهاي الصولة لا تكون إلا أبي الفضل العباس صلوات الله عليه وسلامه، مع وجود أصحاب الحسين، مع وجود حبيب بن مظاهر الأسدي، مع وجود مسلم بن عوسجة وأصحاب الخلص اللي الله اصطفاهم في واقعة كربلاء. لكن ألا أن الرحم يعمل، الرحم يشتغل أحبابي. كما قلنا أن هذا الحمل حمل علوي هاشمي، فلذلك علي بن أبي طالب خطط من خلال هذا الزواج من أم البنين صلوات الله عليه. بعض المؤرخين اللي حاقدين على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تدرون بني العباس ما تركوا هاي القضية، أرادوا أن يضيعوا ويشوهوا هاي السيرة أو هذا الإعلام أو قضية كربلاء. أكو من المؤرخين، أنا قرأت بعض الكتب لبني العباس، يذكر فد عبارة حقيقة تؤلم القلب. يقول أن الحسين خرج على إمام زمانه، هكذا يقول، طبعا ينقلها الحاكم النيسابوري في كتابه مستدرك الصحيحين، يذكر هذا الكلام. يقول أن الحسين خرج على إمام زمانه، هم يقولون في كتبهم بني العباس، اللي أقول لك أنه اليوم هكذا هاي الأقلام الأموية العباسية اللي نصبت العدالة آل محمد. يقول أن الحسين خرج على إمام زمانه ورمى نفسه في التهلكة. عجيب، والله العظيم عجيب. من هذا الإمام الزمان؟ هم يقصدون يزيد شارب الخمر، هذا اللي يقولون عليه. تدرون أنه يزيد ماذا فعل؟ 3 جرائم فعلها في حكمه. أولا قتل ريحانة رسول الله، وإحنا نرد على هؤلاء. أنت تقول خرج على إمام زمانه، وتعال شوف إمام زمانه سوى. يزيد ماذا فعل وماذا قدم يزيد حتى تقولون هكذا؟ لكن هذا واضح بعد. يزيد أول ما بدأ بحكمه هو قتل ريحانة رسول الله، هو الحسين بأبي وأمي. ماذا فعل؟ الجريمة الثانية أباح المدينة. هي تألم شوية، أباح المدينة. شنو قالهم؟ من بعد مقتل الحسين، استشهاد الحسين، راح للمدينة، سوى للجيش، قالهم هاي المدينة مباحة لكم من الأموال، من النساء، من غيرها، نهبوا سلبوا. وهذا التاريخ لا تنساه، يعني اليوم ترى الزمن يعيد نفسه ويكرر نفسه. اليوم شوف انت اليوم هؤلاء اللي كانوا على دكة الحكم
في سوريا وغيرها، هذا الجولاني وغيره. مو هذا، تعال شوف هاي الجرائم اللي يقوم بها، يؤلم القلب. علوي شيعي يقتل، علوي يقتل وشيعي يقتل، هي مشكلة. وين الإنسانية؟ شلون جرائم؟ ترى هاي ما جاية عن واقع فراغ، هذا يدل، يرجع تاريخهم. شنو تاريخهم؟ تاريخ يزيد ومعاوية هكذا فعله. هذا الذبح اللي الشمر جلس على صدر الحسين 12 ضربة، ليش؟ وذبح من القفا. إذن هاي مو شيء جديد، يعني التاريخ يذكره. اللي يشوف هذا الذبح بألوان الذبح وغيره والقتل اليوم نشوفه، لا رحم، يعني لا سلم من طفل، لا امرأة، لا شيخا كبير، لا شاب. مو هذا واقع، لو مو واقع اليوم، هذا واقع مرير. فإذا هذا تاريخهم. احنا مرات لما نسمع التاريخ قتلوا وسلبوا ونهبوا، اليوم احنا شفناها بعيننا شلون يقتلون. الشيعي يقتل، وشلون قتله يعني بشعة جدا. على كل أن يزيد ماذا فعل؟ أباح المدينة. لذلك الشوف يقول الأب لما يجي بعد هاي الواقعة، يقول يجي الأب واحد متقدم على ابنه يقول له أنا ما أضمن لك بكارته. تدرون له لا أنت غيور وتعرف كلامي، ها يعني وين وصل بيه الحد بعد. والأمر السنة الثالثة رمى الكعبة بالمنجنيق. شوف هذا يزيد اللي يقولون أن يزيد، أن الحسين خرج على الإمام زمانه، هو هذا الإمام الزمان. لكن هي القضية واضحة. لكن تعال شوف لما يجي رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤكد هذا الكلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أن جاء رسول الله باكيا حزينا. أصحاب رسول الله: يا رسول الله لماذا تبكي؟ ليش هالبكاء؟ ليش هالحزن؟ قال: وكان جالسا الحسين، أشر على الحسين: هذا ولدي سوف يقتل بأرض تسمى كربلاء، وأعطاهم شيئا من ترابها. شوي يلتفت لي، هذا كله تخطيط. ترى علي بن أبي طالب خطط، رسول الله خطط، وهاي أنه قبل أنه واقعت كربلاء ب50 عاما، سنة 11 للهجرة، حتى تعرف أنت اليوم. لذلك علي بن أبي طالب خطط أحبابي. زواجه من أم البنين هو لم تكن مرتجلة، يعني مو كانت يعني ليس لها تخطيط، لا، هو خطط علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلام. وهذا التاريخ لازم تعرفه ولازم تثبته عندك. وأم البنين جزء من كربلاء، أي جزء من كربلاء. لولا أم البنين ما عندنا الأبناء الأربعة، مو الأولاد الأربعة، ما عندنا أبو فاضل، ما عندنا قمر العشيرة، مو أبي الفضل العباس، ما عندنا جعفر، ما عندنا عبد الله، ما عندنا عثمان. أحد أولاد أم البنين سمي عثمانا. هاي الإشكالية أريد أزيحها منك. لماذا سمي عثمانا؟ يعني علي بن أبي طالب ليش سمى أحد أولاده عثمان؟ يقول محبة بعثمان بن مضعون، صحابي جليل كان يحب علي بن أبي طالب. على ضوء هذا سمى أحد أولاد أم البنين أولاده بعثمان. فإذا لولا أم البنين ما عندنا هذه الأقمار الأربعة، ما عندنا أبي الفضل العباس. إذن علي بن أبي طالب خطط هذا الجانب الأول. تعال أنا وأنت نروح للحديث المروي، هذا الحديث العلوي، هذا الحديث الهاشمي. إيش معنى علي بن أبي طالب يسأل عقيل؟ شوي يلتفت لي، هو ليش يسأل؟ هو علي بن أبي طالب ما يعرف مثلا بالله عليك يعني لماذا يسأل؟ يا عقيل اختر لي امرأة. علي بن أبي طالب
عنده علم ما كان وما يكن. هو بأبي وأمي يقول اسألوني قبل أن تفقدوني. ما هو يقول اسألوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض، ولا يقولها من بعد إلا مدع كذاب. ما في آية نزلت في ليل في نهار إلا وأنا عالم فيما نزلت. هو يقول علي بن أبي طالب هكذا، هو يعلم الغيب. علي بن أبي طالب يعلم جزء الغيب. هذا علي بن أبي. زين ليش يسأل؟ وإحنا هذا هم نحتاجه اليوم السؤال. أحبابي شبابنا اليوم احنا هواي ناس هم ما تسأل. سبحان الله يا عم اسأل عن دينك. اليوم احنا محتاجين السؤال. المشكلة اليوم صارت كلها فقهاء وعلماء وما عرفوا يعني وين القضية. اسأل عن دينك، اسأل عن وضوءك، اسأل عن صلاتك، اسأل عن أصول الدين، عقيدتك اسأل عنها. اليوم رجل الدين يمشي بالشارع ما حد يسأله مولانا شنو مثلا، كلها فقهاء يعني. أنا ولا هي مشكلة حقيقة نعاني منها. ولما تجي لهذا الشاب عنده إمكانية يعدد مثلا فد القبيلة يعدد لك إياه من الأول إلى مثلا فد 15 جد، ولما تسأله مسألة شرعية الله يحفظ عشائرنا احنا ترى من دونهم احنا ما نسوى شيء، لأن هواي هم يقضون حوائج وجزاهم خير جزاء المحسنين. والله يحفظ عشائرنا والله يحفظ آبائنا والله يحفظ شبابنا. لكن هذا واقع حال. أنت مثل ما تحفظ بعض الأمور اللي لا تسأل يوم القيامة عليها، احفظ لك مسألة شرعية تستفيد منها. وضوءك شلون تتوضأ هذا مو واجب على الإنسان. واجب على الإنسان أن يتعلم المسائل الابتلائية. وين؟ ماكو. وداعتك ما يعرف وضوء الجبيري من الوضوء الاعتيادي، يعني وضوء الاضطراري ووضوء الاعتيادي ما يعرفه. التيمم ما إذا اليوم نقعد ويا الشباب ما يعرف شلون يتيمم، وهذا واجبه. أنت الله سبحانه وتعالى يسألك قفوهم إنهم مسؤولون. شو تقول له ما أعرف؟ فتتضاعف عليك العقوبة والحساب. لا تقول لي ما أعرف، خصوصا في زماننا هذا كل شيء متوفر. اسأل. أنا أتمنى اليوم شباب يسألوننا يحرجوننا بالأسئلة، يحرجوننا. أنا أقول هاي الثقافة موجودة يا عم. إحنا ما سالمين. شباب يفوتون من يمنهم ما ينظرون في نظر الاعتبار ونظر الاحترام والتقدير. ماكو مشكلة هاي. فاليوم هو علي بن أبي طالب أراد أن يحرك الذهون، يحرك العقول. هو ليش يسأل؟ احنا خلينا مع الحديث. ليش يسأل علي بن أبي طالب؟ أراد أن يبين أن الإنسان لابد أن يسأل عن دينه. يروح أصحاب ذوي الاختصاص الخبرة وسنقولها نخلي له فد إشارة خاصة بهذا المجال. إذن علي بن أبي طالب أراد أن يعزز هذا المجال. ليش سأل؟ أراد أن يبين هذا المجال، لأن هذا المجال معطل. اليوم اسأل ومو عيب. مو عيب أحبابي، مو عيب واحد يقول أنا لا أعلم، ما أعرف، ماكو إشكال. نصف العلم قول لا أعلم، ماكو إشكال. اليوم أنت اسأل عن دينك حتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنت معذور، أنت رحت سعيت. زين، هذا الجانب الثاني. خل نروح للجانب الثالث شوية. خل نوضح بعض الإشارات. هنالك إشارة مهمة. علي بن أبي طالب لما سأل عقيل من خلال هذا الحديث، طبعا أنا كل هذا أريد أربطه على أم البنين أصحاب الحوائج. خلي حاجته، يلا خلي حاجتك. اليوم هاي استجابة الدعاء، والله فيها استجابة الدعاء. زين، وانت تروح لأم البنين وتقعد بمجلس أم البنين، بالله عليك هي ما تنقض الحوائج؟ ها؟ لا تنقض الحوائج، لأن هي باب من أبواب الله أم البنين. فالإشارة الأولى من خلال هذا الحديث أراد أنه يريد منا علي بن أبي طالب ويبين أن نسأل ذوي الاختصاص. تدرون أن عقيل صاحب خبرة نساب يعني، وهذا مو فقط إشارة لعقيل، لا، هذا إنما أراد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من خلال هذا الحديث أن نسأل ذوي الاختصاص.
أو نشاور الناس قبل ذوي الاختصاص، خلي هذا له فد جنبه خاصة، لأن هذا أكو فد كلام لازم أبينه. أن نشاور الناس في عقولهم صغيرها كبيرها، شاور الناس في عقولهم. عندنا واحد 70 عاما وواحد 30 عاما، أيهما أخبار؟ خب قطعا أبو 70 عام هو أعلم وأفهم. ليش؟ لأن عنده خبرة بالحياة. شاور الناس في عقولهم. أراد علي بن أبي طالب من خلال هذا الحديث هي المشاورة. اثنين، الإشارة الثانية أراد علي بن أبي طالب أن يبينها، هي أنه ماذا؟ يحيي السنة. السنة تدرون إذا ما انحيت وما تبينت تندثر يوم بعد يوم. من خلال هذا الحديث أراد أن يبين هذه الحقيقة. الحقيقة الثالثة أن يرجعنا إلى ذوي الاختصاص، وهاي مهمة جدا. مشكلة اليوم احنا نشوف وضع صاحب ليس عنده اختصاص في مكانه غير الصحيح، مو هيك خبط حتى بالسياسة وغيرها. اليوم احنا لازم ذوي يعني انت اذا اليوم عندك مهندس، شوي يلتفت لي، مهندس عندك، هذا المهندس شنو اختصاصه؟ اختصاصه في مجال، يصير انه اجيبه في مجال مثلا ميكانيكي ما يصير، او مثلا صاحب مثلا طبيب كسور اجيبه جراح ما يصير. علي بن ابي طالب يقول روحوا لذوي الاختصاص حتى في المسائل الشرعيه. مو احنا اليوم تدرون اكو فد يعني احنا مشكله، اكو ناس بكيفه تحكي حلال حلال حرام، يا عمي ما يصير هيك. لا هسه خليني اضرب لك فد مثال حتى اوضح الفكره. اسال ذوي الاختصاص، رجل الدين هو اختصاصه يا عمي، اسال مساله شرعيه روح لذوي الاختصاص. الرجل الدين هو مفرغ نفسه، هو مهيئ نفسه لهذا للعالم. تروح شايف هاي اليوم موجوده هسه احنا ما نجيب شيء واقع. يقول لا غيبة على الفاسق، وهاي ماخذينها صاعدينها للسماء ومنزلينها الى الارض. هسه لا غيبة على الفاسق احنا سلمنا الامر. يعني شنو الفاسق ذكر الفاسق بما في فسقه، اكثر من هذا ما يجوز. ها واحنا شو مسوين مولانا؟ مثلا اضرب لك فد مثال، انه شارب الخمر، اقول هذا شارب الخمر، انتهى الامر. ما يصير تهتك بعرضه، ما يصير تهتك بغير مجالات، ما يصير، مو من شأنك. او هاي لما الناس يقول لك ايه يجوز غيبة الفاسق، منين جبنا هاي؟ منين؟ فلذلك علي بن أبي طالب أراد أن يبين هذه الحقيقة. يقول روحوا ذوي الاختصاص، صاحب المهنة صاحب الاختصاص. بعد الإشارة الأخيرة أراد علي بن أبي طالب من خلال هذا الحديث أنه يبين مشروع الزواج. مشروع مهم اليوم، قضية الزواج شيء مهم. يعني أنت لا تتصور، يعني اليوم واحد يشتري له سيارة، يعني لعله خادعوه بالسيارة، ممكن يبدلها يمكن كذا، بها مجال. لكن قضية الزواج قضية مهمة جدا أحبابي. وشوفوا اليوم على قدم وساق من هنا وهناك، اليوم تروح تطرق باب المحاكم تشوف شنو مولانا، سرش طولات على الطلاق، ومعدودين على الأصابع شنو على الزواج. شنو السبب؟ الاختيار الخطأ. خطأ. لما تجي يتزوج لامرأة هناك، ايش طلعت هذه المرأة؟ لا تصلي لا تصوم، ما تحترم الزوج، ما تحترم امه، ما تحترم ابوه. ولما تجي يقول له ابويا ليش اخذت هاي المرأة؟ يقول لك والله يا شيخنا قسمت من الحياة. شنو قسمتك من الحياة؟ احنا ما عندنا قسمة من الحياة. او يقول قسمة ونصيب، وهاي ماخذينها قسمة ونصيب. لا مولانا، الانسان ما مجبر. الله سبحانه وتعالى خلى الانسان مختارا، لا جبر ولا تفويض، لكن الامر بين امرين. الله ما خلاك مجبور. هاي رواية للامام الصادق، يعني الانسان ما مجبور. وهاي نحكيها لو ما نحكيها عمي، نحكيها قسمة ونصيب شيخنا. هناك وصارت الطلاق، تعالي يا عمي خلصني. مو هذا واقع لو مو واقع؟
وعنده بنات وعنده أولاد، وهذول راح يتيتمون يتيهون مولانا. شلون احنا عندنا أجواء، شلون عندنا مجتمع. يعني الله يحفظ المؤمنين والمتقين، هذول خارج قوس أنا ما أتكلم عليهم، هذول يعني على رأسي، لكن هذا واقع اليوم نعيشه مرير إخواني شبابنا. لذلك هو علي بن أبي طالب أراد أن يبين إحياء هذه السنة، سنة الزواج. يقول يا عقيل اختر، ما قال قسمة ونصيب أحبابي، ما قال قسمة شو يقول؟ اختر لي امرأة، يعني الاختيار. بعد حديث رسول الله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني بعد سد علينا باب القسمة والنصيب. شنو عندنا مولانا؟ عندنا اختيار، أن الإنسان لا بد أن يختار المرأة الصالحة، وكذلك العكس. احنا مو فقط نقول أنا لازم أختار المرأة، لا، هي حتى المرأة كنت تختار الرجل الصالح المؤمن التقي الورع. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هواي مشاكل اليوم نعاني من هاي القضية. بعد ايش ينظر الإنسان؟ ينظر إلى جمالها ولا ينظر إلى أخلاقها. وهاي مشكلة اليوم ندوز، هي مشكلة. احنا اليوم بينا هي القضية، بس كون احنا ننوه ونبين للمجتمع. اليوم شنو مولانا؟ تدري اليوم هذا الموبايل صار حتى عند أطفالنا، صار حتى عند نسواننا، صار حتى عند شبابنا، حتى عند شيابنا، الله يحفظ الجميع إن شاء الله. وهذا بعد صار واقع ما نقدر نرفضه. لكن تعال وين لما تجي لهذا الشاب مولانا كم صورة يشوف باليوم، كم مقطع يشوف باليوم. بعد هاي وين الأخلاق تشتغل عنده؟ قنكون واقع. احنا ليش نجامل؟ المجاملة مو حلوة. اليوم واقعنا هذا صار ينظر انه شنو كون جميلة. يا عمي هي الجمال شنو الجمال؟ تعال شوف النبي شو يقول. مو هذا إذا نخليه بعين الاعتبار راح هواي أمور اللي أنت ببالك تسقط ما لها قيمة تكون. هو النبي يقول صلى الله عليه وآله، يقول إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء، وفي رواية المرأة السوء، المرأة الغير الجميلة في منبت السوء. هذا اللي يخصده. شنو هسه الدمن؟ شنو الدمن؟ الدمن يعني يقول هاي الأبوال والنجاسات. يجل السامعين يقول على هذه الأبوال النجاسات، مو أكو أرض، على هذه الأبوال والنجاسات. شوف النبي شوف وين يأخذك. يقول تخرج نبتة فواحة لكن أصلها شنو؟ شنو أصلها فاسد، لأن ابتنت على من؟ يجل السامعين على النجاسات. فالنبي يقول هاي الكلمة إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. ترى إذا تأخذت جمالها ما تحصل شيء، لأن أصلها مو صحيح. إذا امتلكت الأمرين بالعافية عليك، انظر لهذا الشيء، لكن خلي الأساس أنه الأخلاق، لأن هاي راح تربي لك جيل، راح تكون جيل. هاي الأسرة منين تتكون؟ من زوج وزوجة وأولاد. هذا المجتمع منين يتكون؟ من الأسرة. هذا كون احنا ننظر بعين الاعتبار. هذا مستقبلك، لازم تنظر لهذا المجال. إذن علي بن أبي طالب أراد أن يبين إحياء قضية ومشروع الزواج. بعد الشيء الآخر أنه علي بن أبي طالب سأل عقيل، لأن عقيل صاحب اختصاص.